ركزوا معايا بشكل كبير جدا. علاش؟ لان اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نتوما اللي كتعطيو فوق طبق من ذهب المخترق لجميع المعلومات عليكم، المعطيات الشخصيه ديالكم وخريطه يعني التفكير ديالكم وخريطه السلوكيات ديالكم وخريطه الافعال ديالكم، وكتعطيو المعطيات ديالكم فوق طبق من ذهب لجميع المعلومات عبر الانترنت، سواء كان مخترقا الكترونيا يعني هاكرز، او كان روبو نيميريك روبوهات رقميه، او كان يعني التطبيقات الاخرى او جهات اخرى لان المعلومات ديالكم كتهمنا. ولا سيما ان اليوم لي موتور دو ريشيرش الكبار كيحتاجوا للمعطيات البيج داتا، خصوصا بالنسبه للشركات العملاقه باش كدرس السلوكيات ديال المستهلكين. اذا كيفاش نتوما يعني بيدكم كتعطيو للاخر المعطيات الشخصيه ديالكم؟ هنا لابد ان نتحدث على ثلاثه المستويات. المستوى الاول اللي هو المنزل، المستوى الثاني اللي هو العمل، المستوى الثالث اللي هو الشخصي بين المنزل والعمل. إذا ثلاثة المستويات، عندك المنزل، عندك العمل، وعندك الشخصي، اللي كيجمع ما بين ما هو منزلي وعملي، اللي غادي نشوفوا كيفاش كتعطيو فيه المعطيات ديالكم الشخصيه. اليوم على مستوى ديال المنزل ما كاينش شي مجال ما تمش ادراج فيه انترنت، واتحدث عن مثلا عن الثلاجه، اتحدث مثلا عن المكيف، اتحدث عن الفرن، اتحدث عن التلفاز، اتحدث عن الهاتف النقال، اتحدث عن يعني عن البيسي اورديناتور، وهكذا. اضافه الى اشياء اخرى، احنا ملي كنتكلموا اليوم على الاقفال الرقميه، يعني الكادنا نيميريك ولا القفل ديال الباب ولا حتى هو كيتكونيكطا بالانترنت. زيد على ذلك الكاميرات المراقبه، يعني الى 1 2 3 4 5 6 7 8 هما 8 الاشياء اقل ما يمكن انها كاينه في البيت مرتبطه بالانترنت، وهو ما يسمى بانترنت الاشياء. انترنت دي زوبجي، يعني كتلقى التلفازه، كتلقى الاورديناتور، كتلقى المكيف، البيسي اورديناتور، لي كاميرا، هذا كلهم ils sont connectés à الانترنت. وانت ملي كتبغي تدخل للانترنت، ملي كتبغي تدخل مثلا تكونيكتي الثلاجه للانترنت، لو سيت ديال ديك الثلاجه ديالك، هذيك الماركه ديال الثلاجه، لو سيت ديالها كيطلب منك واحد ليدونتيفيون اللي غادي يكون هو لادريس مايل، ادريس مايل. داكور، غادي ناخذ هنايا، غادي نقولوا مثلا sc @gmail.com. اذا عطيتيهم بغيتي تدخل للثلاجه، عطيتيهم لادريس مايل ديالك sc @gmail.com. بغيتي تدخل للمكيف، لو سيت ديال المكيف اللي غيرتبط باش ياخذ. علاش هادو كيرتبطوا بالانترنت؟ لان كيمكنوك الا كنتي خارج البيت مثلا انك توقف المكيف، او تعدل من درجه الحراره ديال الثلاجه، او انك يعني تتعامل مع التلفازه ديالك باش تسجل لك شي برنامج تلفزيوني معين، او على مستوى الاقفال انك كتفيريفي الكادنا اسكيلي فيروي ولا ديفيروي، او انها تم الاختراق ديالها او غير ذلك. على مستوى الكاميرات باش يمكن لك تراقب عن بعد. هادشي كامل ملي كتبغي تدخل اي اوبجي ما يسمى، هادو كلهم كيتسمى الانترنت دي زوبجي. الوغ ملي كتبغي تدخل
كل اوبجي لو سيت ديالو كيطلب لك واحد لادريس مايل ديالك اللي سميناها sc@gmail.com. المكيف تا هو دخلتي ليه في لو سيت ديالو تا هو بنفس الكيفيه بهاد لادريس مايل. جيتي التلفازه بغيتي تدخل لها حتى هي كذلك طلبات لك ادريس مايل عطيتيها sc@gmail.com. اذا القاسم المشترك هنايا سي sc@gmail.com. هذا الخيط الناظم لهاد الاشياء اللي عندك في البيت. غادي ندوزو للعمل. العمل عندك مثلا بيسي بورطابل، عندك بيسي بيرو، عندك ان بورطابل تليفونيك، وهكذا. هنا راه عندك واجهتين، يا اما كتستعمل ادريس بيرسونيل ديالك اللي هي sc@gmail.com، يا اما كتستعمل ادريس بروفيسيونيل. غالبا كنستعملوا لادريس بروفيسيونيل في هاد في البيسي بورطابل ديال البيرو، وفي البيسي بيرو كنستعملوا فيه لادريس غادي نسميوها pro@gmail.com. لكن على مستوى البورطابل تليفونيك كتستعمل فيه جوج لادريس بروفيسيونيل اللي هي pro@gmail.com، وكتستعمل فيه لادريس بيرسونيل هنا سيستم بورطابل كتستعمل فيه لادريس sc@gmail.com. متفقين؟ اذا الخيط الناظم في البروفيسيونيل هو لادريس بروفيسيونيل ياك، والخيط الناظم في لا ميزون هي لادريس بيرسونيل sc@gmail.com. والمشترك بينهما كيكون غالبا هو لو بورطابل تليفونيك ديالك اللي كتستعمل فيه لي دو. متفقين؟ الجانب الشخصي هنا غنتكلموا على انشطه شخصيه مثلا كالرياضه. الرياضه فيها ساعه يدويه مرتبطه بالانترنت، فيها الأحذية الرياضية المرتبطة بالإنترنت، فيها لي تيشيرت الأقمصة المرتبطة بالإنترنت. تقول لي كيفاش الأقمصة المرتبطة بالإنترنت؟ هي فيا لي بيس إلكترونيك انتيغري في لي تيشيرت مع البلوتوث، كتكونيكتا يا إما مع البورطابل ديالك يا إما مع الساعة اليدوية ديالك او مع شيء اخر. فهي كتدخل في الانترنت دي زوبجي. ملي كتبغي تدخل لو سيت ديال الساعه اليدويه او الاحذيه الرياضيه او الاقمصه الرياضيه كيطلب لك واحد لادريس مايل اللي هي كذلك sc، كتعطيه sc@gmail gmail.com. القاسم المشترك بيناتهم هي هاد لادريس مايل. هنا دائما كيكون غالبا كيكون التليفون يعني بورطابل تليفونيك ديالك كيكون حتى هو مرافق معاك، كيكون كونيكتي لهاد الشيء. اذا هنايا شنو كيوقع؟ كاين الارتباط عبر هذا البريد الالكتروني اللي دخلتيه في الاستعمال الشخصي، واللي هو كتستعملو كذلك في واحد الواجهه من الواجهات المحترفه، واللي كتستعملها كذلك على مستوى ديال الاستعمال المنزلي. ماذا يقع؟ الذي يقع هو ان هاد لي سيت ديال هاد الاشياء، هاد لي زوبجي اللي كونيكتي عندك باغ انترنت في البيت، وهاد الادوات المستعمله على مستوى الجانب الاحترافي داخل العمل،
اللي مرتبطه كذلك بالانترنت مع البريد الالكتروني ديالك. وكذلك عندك الاعمال الشخصيه اللي كتستعمل فيها ادوات اخرى واللي مرتبطه كذلك بواحد لادغيس ميل التي تستعملها كذلك في باقي المجالات. اللي كيوقع هو كيوقع واحد التشبيك، واحد لا كونيكسيون، كيوقع لك واحد الكونيكسيون دو ريزو. سي لو ريزوطاج دي اكتيفيتي بيرسونيل بروفيسيونيل اي فاميليال. وهنايا كيولي هذاك طبعا اي هنا منتوج كتبغي تستعملوه كيعطيك واحد الكونطرا فيها لي دغوا فو فاليدي، لان كتكون مكتوبه صغيره وعلى ليكرون ولي زانترلين قلال. وهذا غير 95% ديال الناس كيفاليديو وكيدخلوا. كيس يفاليد دي دغوا ديال هاد المواقع او هاد الجهات انها عندها الحق في لاكسي للميكرو ديال البورطابل ديالك او ديال التليفون او ديال البورطابل، عندها الحق لاكسي للصور، عندها الحق لاكسي الكاميرا ديالك، عندها الحق لاكسي لجميع المعطيات الشخصيه ديالك. وهنا يبدا هاد الجهه اللي انت قبلتي انك تبارطاجي معها لي دوني ديالك، كتبدا انها تخزن في المعطيات ديالك، وكتبدا تدرس في السلوك ديالك، وكتبدا تعرف لي طوندونس دو بونسي ديالك، التوجهات الفكريه ديالك، بل اكثر من ذلك كتعرف حتى الميولات النفسيه ديالك. وهنا معظمكم كيكون كيفكر في واحد الموضوع معين، كيشعل لا تيلي، كيدخل اليوتيوب، كيلقى داك الموضوع اللي كان كيفكر فيه هو اللي يطلع ليه في لي فيديو بروبوزي. الشيء اللي كيبين على ان لي روبو نيميريك انهم ايزون بيان ايتوديي لو كومبورتمون ديالك. اضيف الى ذلك ان لي ريزو سوسيو، داك المساله ديال جيم با ودوك التعاليق وغير ذلك، كلها كتعطي واحد يعني كتعطي واحد الاوتبوت بعد الدراسه والتحليل على الداخل ديالك والمكنون ديالك. وبالتالي انصح بعدم استعمال اون سول ادريس في الواجهات كاملين. يكون عندك 4 لي زادريس، وحده كتستعملها لو كوتي بيرسونيل بيرسونيل، يعني بحال هادشي ديال لي فوتينغ وديال الرياضه وديال ليكيبمون ديال لاكتيفيتي بيرسونيل، يكون عندها ادريس ميل بوحده. البروفيسيونيل تبقى في البروفيسيونيل، ما تدخلش في البورطابل ديالك بيرسونيل، دخل فيه لادريس بروفيسيونيل ولادريس بيرسونيل. troisième adresse تكون عندك ادريس فاميليال، سي جوست بور ليتيليزاسيون ديال الانترنت دي زوبجي. والكاتريام لادريس الرابعه تكون مخصصه لادمينستراسيون لي بنك، الادارات والابناك. كوم سا شنو كدير؟ كتولي عارف ملي كيجيك واحد المايل سيغ واحد لادريس دوني، كتكون عارف التوجه ديالها فين غادي وشنو هي الخلفيه ديالها. من كذلك انك فيت با ديك ليبر كونيكسيون، ليبر كونيكسيون ما بين الاغراض الشخصيه ديالك، وبالتالي كتنقص امكانيه الاختراق ديالك ب 75%. يعني ما تخترقش في 4 المجالات، تخترق في مجال واحد، يعني كل مجال عنده 25% 25% 25% 25%. وبالتالي امكانيه لاتاك ان سيبر اتاك بالنسبه لك كتنزل بنسبه 75%، وكتبقى نسبه 25% سنتحدث عنها في الحلقات المقبله. وامل انكم استفدتم من هذه الحلقه، وكنطلب منكم تعاودوا تشوفوا هذه الحلقه هذه وتبارطاجيوها مع اكبر شريحه باش يمكن افاده تعم الجميع داخل المجتمع ديالنا. والسلام عليكم.